قبل ما نبدأ فيلمنا الجامد ده ما تنساش تصلي على نبينا محمد وتشترك وتفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. جهز لي بقى مشروبك اللذيذ ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع اخطر عصابة في رومانيا كلها وهم في طريقهم لسرقة 20 مليون دولار، وبنعرف ان المرة دي هيسرقوا الايرادات بتاعت اشهر 3 ملاهي ليلية في المدينة. وزعيم العصابة اللي اسمه جاك بيبدأ انه يجهز رجالته للعملية، وبيطلب منهم يشيكوا كويس جدا على الاسلحة والمعدات اللي هم هيستخدموها في السرقة. وبيكون المسؤول عن نقل الايرادات دي هي شركة فاندبرينك الامنية الشهيرة، وبنعرف انها المسؤولة عن نقل الاموال لاكتر من 14 ملهى ليلي في المدينة. وزعيم العصابة بيكون مخطط لكل حاجة في عملية السرقة بتاعته، وبيبان انه شخص خطير جدا. وبنعرف انه مقسم رجالته ل3 مجموعات عشان يقدروا يسرقوا العربيات في نفس التوقيت، وبيستنوا الوقت المناسب وبيعترضوا طريقهم، وبعدها بينزلوا يحطوا اجهزة تحت العربيات عشان يعطلوها وينفذوا العملية. وبيهددوا بعدها السواقين والقوى الامنية اللي بتحمي العربيات بالاسلحة اللي معاهم، وبيأمروهم يفتحوا الشنطة بدل ما يخلصوا عليهم. لكن السواقين بتعرفهم انها مش هتتفتح غير لما تدخل المستودع او الموقع اللي هيتنقل فيه الاموال. وجاك وقتها مش بيعطل وبيروح يحط متفجرات على الباب الخلفي للعربيه، ورجالته بيعملوا كده برضه في العربيات التانية. والمفاجاه ان المتفجرات طلعت بايظه، وجاك وقتها بيتصدم وبيضرب سبانكي على قرعته لانه المفروض شيك عليهم قبل المهمه. وفي ثواني بياخد رجالته وبيهربوا بالعربيه بعد فشلهم في عمليه السرقه، وبيتواصل بعدها بالمجموعات التانية وبيأمرهم يمشوا فورا من اماكنهم. وفي الوقت ده بنقابل المدير التنفيذي للشركه الامنيه اللي اسمه لوكسي، وهو مصدوم جدا ان في عصابه عندها الجراءه تسرق العربيات بتاعته. وفي ثواني بيتصل بالشرطه وبيعرفهم ان في عصابه كانت بتحاول تسرق الايرادات اللي هو بينقلها، وبيطلب منهم قوه امنيه تروح لمواقع العربيات بتاعته وتحميهم لحد ما يدخلوا المستودع الرئيسي للشركه. وفي واحده من العربيات دي بيكون في 2 راكبين في مؤخره العربيه ومعاهم شنطه، والغريبه انهم مسلحين. فبيعرفهم السواق انهم هيرجعوا للمستودع الرئيسي لان في حاله طوارئ حصلت في الشركه. وساعتها بيستغربوا هما الاثنين، وبيكون واضح عليهم ان في حاجه مشبوهه معاهم بتتنقل بطريقه غير شرعيه. وفي الوقت ده جاك بيكون متعصب جدا لان عمليته فشلت، وكل رجالته بيكونوا عاوزين يكسروا وش سبانكل لانه السبب في اللي حصل. وفي ناحيه تانية بتبدا العربيات اللي فيها الايرادات انها توصل للمستودع واحده ورا التانية عشان يامنوهم. وبيروح واحد من القوات الامنيه يطلب من الاثنين المسلحين انهم يسلموا الشنطه اللي معاهم والاسلحه لان عندهم مشكله ولازم يحلوها. لكن واحد منهم بيرفض وبيعرفه ان الشنطه دي تخص الملياردير اللي اسمه بوتيسكو، وبيطلب منه يجيب له سواق تاني للعربيه لانهم لازم يوصلوا بالشنطه دي في الميعاد اللي اتفقوا عليه. فبيضطروا انهم يسيبوهم وبيروحوا ينقلوا الايرادات بتاعه الملاهي الليليه من العربيات للغرف. وبنقابل واحده من القوات الامنيه اسمها كريستينا، وهي بتاخد مسدس من شنطه كانت مخبياها، وباين كده ان قصتها كبيره. وبنتفاجئ ان جاك موجود في مكان قريب من المستودع وبيراقب العربيات اللي خارجه، وبعدها بيدي اوامر لكل رجالته انهم ينفذوا الخطه الثانيه. وبنعرف انه سرق عربيه تبع الشركه، و2 من رجالته بيلبسوا زي الامن عشان محدش يقدر يكتشفهم. وفي الطريق بنفهم من جاك ان اللي حصل ده كان خطه الهاء للشرطه عشان يجمعوا الفلوس كلها في مكان واحد. وبيعرف الرجاله بتاعته انه قدامهم 8 دقايق بس يسرقوا فيهم كل الفلوس ويخرجوا من غير اي اثر. ولما بيوصلوا للمستودع بينزل سبانكل وبيغفل الامن وبينزل فيه ضرب، وبيقدروا يدخلوا المستودع بكل سهوله. وفي الوقت ده بيكتشف مسؤول المراقبه اللي بيحصل، لكن قبل ما يتصل بمديره بتثبته كريستينا بالمسدس، وبعدها بتتصل بجاك زعيم العصابه. وبنعرف ساعتها انها عشيته ومشتركه معاه في عمليه السرقه، وبتعرفه انها عطلت كاميرات المراقبه. وفي الوقت ده بيكون لوكسي مدير الشركه واخد افراد الامن كلهم عشان يستجوبهم ويفهم منهم ازاي العصابه قدرت توصل لهم. والعصابه وقتها بتقتحم المستودع وبتثبت كل الحراس اللي هناك وبيكتفوهم، وبعدها بيدوا اشاره للعربيات بتاعتهم انها تدخل للموقع بسرعه عشان ينفذوا العمليه. وكريستينا في ناحيه تانية بتروح تقفل الباب بالجنزيره على كل الموظفين ومن ضمنهم المدير عشان محدش يعرف يخرج ويبلغ عنهم. وبتروح بعدها لجاك اللي واقف يشرف على رجالته وهم بينقلوا ملايين الدولارات بكل سهوله للعربيات بتاعتهم. وفي طريقهم للخروج بيتفاجئوا بالاثنين اللي معاهم الشنطه وهم بيضربوا عليهم النار بالشات جان وبيحاولوا يقتلوهم، فبيقفلوا عليهم الباب بسرعه وبيستخبوا منهم. وكريستينا بتعرف جاك انهم محترفين والشنطه اللي معاهم دي اكيد فيها حاجه مهمه لان واحد منهم رابطها في ايده. فبيقرر جاك انه يخلص عليهم وبيطلع فوق العربيه وبيرمي عليهم قنبله تنويم بتريحهم خالص، وبعدها بيسرقوا الشنطه منهم وبيتحركوا بسرعه من المكان. وفي الوقت ده لوكسي مدير الشركه بيكتشف ان كريستينا مش موجوده في الاجتماع، ولما بيدور على تليفونه مش بيلاقيه هو كمان، وبيتفاجئ انها غفلته وسرقته منه. واللي بيعكننه اكتر انه لما بيحاول يخرج بيلاقي الباب مقفول عليهم كلهم. وفي ناحيه تانية بتكون الشرطه وصلت لاول مكان حصل فيه جريمه السرقه، وبيبعتوا واحد مختص عشان يعرفوا نوع المتفجرات اللي استخدمتها العصابه على عربيه النقل، لكنه بيتصدم انهم ضحكوا عليهم كلهم وحطوا مستيكه مكانها. ورئيس الشرطه وقتها بيحاول انه يتصل بلوكسي عشان يفهم منه ازاي هم خدعوهم وما يعرفش انه اصلا اتغفل في تليفونه. وبنشوف بعدها جاك وعصابته وهم ماشيين بالعربيات بعد ما نفذوا عمليه
عملية السرقة ورايحين بيها للوكر بتاعهم، لكن فجأة العربيات كلها بتقف وجاك بيستغرب جدا ولسه بيسأل تشارلي السواق هو واقف ليه، بيلاقيه مخرج سلاحه وموجهه على دماغه. وفي الوقت ده بتظهر عربيات تانية في المكان وبينزل منها مجموعة كبيرة من الملثمين وبيهجموا على رجالة جاك وبيهددوهم بالأسلحة، وبيبدأوا في نقل الفلوس كلها للعربيات بتاعتهم وبياخدوا كريستينا رهينة معاهم. وساعتها جاك بيقدر ياخد المسدس من تشارلي وبيخلص عليه هو واحد تاني، لكنه بيتصدم لما بيشوف رجالته بيحاولوا انهم يواجهوا العصابة وبيلاقوا أسلحتهم من غير ذخيرة، وللأسف بيموتوا واحد ورا التاني. والشرطة وقتها بتوصل للمكان وبتشتبك مع العصابتين وبيحصل تبادل ضرب نار عنيف جدا، وبيحاول جاك انه يدافع عن نفسه لكنه بيتفاجئ ان سلاحه هو كمان فاضي، فبيجري بسرعة من المكان وسط المعركة العنيفة اللي بتحصل ومعاه الشنطة اللي ما يعرفش جواها ايه لحد دلوقتي. وبنقابل في الوقت ده رقيبة من الجيش الأمريكي اسمها كيلي وهي بتشتري القهوة بتاعتها، وفجأة بيحصل ضرب نار جنبها فبتطلع سلاحها وبتخرج تشوف ايه اللي بيحصل. وبيحاول وقتها جاك انه يهرب من المكان والعصابة التانية بتطارده، لكن بتقدر كيلي انها توقعه على وشه وبتحاول تسيطر على الوضع، بس واحد من العصابة كان هيقتلها لكن جاك بيقدر يخلص عليه وبياخد كيلي رهينة وبيهدد بيها الشرطي اللي بيحاول يقبض عليه، وبيقدر كمان انه يسرق عربيتها وبيتحرك بيها من المكان بسرعة جنونية وهي مش فاهمة اي حاجة. وفي الطريق بيتفاجئ جاك انه خاطف رقيبة من الشرطة العسكرية وده بيصدمه جدا، ووقتها بتعرفه كيلي ان القوات الامريكية هتوصل دلوقتي وهتدوس على وشه، لكن جاك مش بيهتم بالرغي بتاعها وبيكمل طريقه في شوارع المدينة وبيحاول بكل الطرق انه يهرب من عربيات الشرطة اللي بتطارده من كل مكان. وبتفضل كيلي تهزق فيه لانه دمر عربيتها حرفيا، وبتعرفه ان بقالها اكتر من 3 سنين بتحوش عشان تجيبها، وبتستمر المطاردة الشرسة دي وجاك بيكون ماشي عكسه ومفيش حد قادر يوصل له، وكمان بيدمر عربيات الشرطة اللي بتطارده، ولما بيحاصروه من الناحيتين بيطير بالعربية من فوق الونش وبيقدر يهرب من المكان. وبعد شوية بيوصل لحتة امان وبيرمي كيلي من العربية اللي هي اصلا بتاعتها وبيمشي ومعاه الشنطة. وفي ناحية تانية بيكون الملياردير بوتيسكو متعصب جدا ان الشنطة اتسرقت من الرجالة بتاعته وبيأمرهم يرجعوها بأي طريقة والا هيمحيهم من على وش الدنيا. وبنكتشف ان الشنطة اللي اتسرقت فيها لوحة فان كوخ الشهيرة واللي بتساوي 65 مليون دولار. وفي ناحية تانية بيتم التحقيق مع كيلي لان الشرطة معتقدة انها شريكة في جريمة السرقة بعد ما جاك خطفها وبعدها سابها عايشة. ومع ان كيلي حاولت تبرر نفسها من التهمة دي لكن المحقق بيكون عاوز يحبسها. وفجأة بيدخل عليهم الرائد ويلسون من السفارة الأمريكية وبيعرف المحقق ان كيني خدمت معاهم 2 سنين كاملين وكانت من اكفأ الضباط في السفارة كلها، وعشان هي بريطانية الجنسية فبيقدر بسلطته انه يفرج عنها، وبيطلب منها انها تروح للمحققين الامريكان وهم هيتصرفوا معاها. وفي الوقت ده جاك بيروح لمحطة القطر وبيخبي الشنطة في خزنة معينة عشان محدش يقدر يوصل لها غيره، وبعدها بيطب على سبانكي اللي كان بيلم هدومه عشان يهرب من المدينة، وبيقول له جاك انه جمع اخطر المجرمين للمهمة بتاعته وكلهم ماتوا بسبب خيانته ليهم. فبيحاول سبانكي انه يبرئ نفسه وبيقول له انه ملوش اي دخل في اللي حصل، لكن جاك بيقرر انه يعذبه عشان يعترف له على الشخص اللي هو شغال معاه دلوقتي. وفجأة بيحصل هجوم ضخم عليهم بالاسلحة النارية من نفس العصابة، وجاك وقتها بيحاول انه يدافع عن نفسه وسبانكي بيسيبه للمرة التانية وبينط بره الشقة وبيهرب من المكان. والعصابة بتقدر انها تثبت جاك بالاسلحة وبيعرفوا الاقرع ده ان الشنطة بتاعتهم معاه وبيهددوه انهم هيخلصوا على كريستينا عشيته لو ما عرفهمش مكانها. فبيقول لهم جاك انا ما بحبش المشاكل وتقدروا تاخدوا المفتاح من الجيب اليمين، وبعدها بيعرفهم مكان الشنطة وكل ده يا صديقي وما يعرفوش انه هيخدعهم وبينزل فيهم ضرب كلهم وبعدها بيهرب هو كمان. وفي الوقت ده بيتثبت سبانكي من رجالة كوتينيو في زعيم العصابة الروسية وبياخدوا له الوكر بتاعه. وبنرجع لكيلي اللي بيكون مطلوب منها تحدد هوية الشخص اللي خطفها من كاميرات المراقبة عشان تثبت براءتها بشكل قانوني، وبيجي لها الرائد مرة تانية وبيسألها عن التليفون بتاعها لكنها بتتفاجئ انه وقع منها في عربيتها المسروقة. فبيضحك الرائد وبيقول لها انه يتمنى ما يكونش ليها دخل بالعصابة دي لانه وقتها هيحبسها بنفسه. وفجأة بينادي عليها واحد من الحراس وبيعرفها انهم لقوا عربيتها المسروقة، واول ما بتشوفها كيلي بتتعصب جدا وباين قوي انها لو لمحت جاك هتكسر عظمه. وفي الوقت ده بنعرف ان كوتينيوف هو اللي بيتحكم في العصابات الرومانية اللي هجمت على جاك ورجالته اثناء عملية السرقة. وبيبدأ كوتينيوف يستجوب سبانكي وبيسأله عن مكان الشنطة اللي زميله هرب بيها، وبيعرفه انه لو فكر بس يكذب عليه هيقتله ويرمي جثته في البحر. فبيقول له سبانكي انه ما يعرفش اي حاجة عن الشنطة واصلا زميله كان جاي يقتله لانه معتقد انه خانهم. والكلام ده بيعصب كوتينيوف اللي بيخرج سلاحه وبيصوبه على دماغ سبانكي وبيعرفه انه بيعاني من مرض ملوش علاج وهو اصلا مش باقي على الدنيا وبيضرب النار في كل حته جوه الوكر. فبيخاف سبانكي جدا وبيقول له ان اكيد جاك هيروح لصاحبه اللي اسمه مريتشا واللي بيكون زعيم عصابه رومانيه خطير واخو بولي اللي مات اثناء عمليه السرقه. وفي ناحيه تانية بتقدر كيلي انها توصل لهويه جاك الحقيقيه وبتعرف انه كان نقيب في قوات الدلتا العسكريه لكنهم طردوه بره الخدمه. وبتقرر انها تتصل على تليفونها اللي معاه واول ما بيرد عليها بتهزقه وبتعرفه انه لازم يسلم نفسه لانه مطلوب للعداله حي او ميت.
فبيقول لها جاك انه كان بيحاول يدافع عن نفسه لانه لحد دلوقتي ما يعرفش مين العصابه اللي هجمته وقتلت كل رجالته، وبيكون واضح على كيلي انها مصدقاه لانه انقذ حياتها من الموت، وبتقول له انها هتحاول تثبت انه بريء من اللي حصل. وبعد شويه بيدخل جاك مالها ليلي في المدينه عشان يقابل صاحبه مريتشا اللي بيتصدم جدا اول ما بيشوفه وبيهدده بالمسدس لانه السبب في موت اخوه. فبيحاول جاك يشرح له اللي حصل وبيفهمه انه اتخدع زيهم بالظبط، ولما بيكدبه بيضطر جاك انه يخطف السلاح منه وبيثبته بيه وبيعرفه ان رجالته كلها ماتت مش اخوه بس. ولما بيهدى مريتشا بيعرفه ان اخطر عصابه روسيه بتدور عليه وعاوزه رقبته، وبيكشف له ان هي السبب في كل اللي حصل ده لانه سرق حاجه تخصهم. فبيعرفوا جاك ان كوتينيوف خطف حبيبته كريستينا وبيطلب منه يساعده يرجعها، ومريتشا وقتها بيرد عليه وبيقول له الاحسن انه يبات هنا الليله وبكره رجالته هتوديه لمكان امان. وفي ناحيه تانية كيلي بتكون مستغربه جدا من رقم الايرادات اللي كانت شركه الحمايه بتنقلها، وبتفضل تدور في السجلات لحد ما بتكتشف ان من ضمنهم لوحه فنيه ثمنها اكتر من 65 مليون دولار. وتاني يوم بتروح لبوتيسكو صاحب اللوحه الفنيه وبتحاول تاخد منه اي معلومات تبرأ بيها نفسها، لكنه بيكون حريص جدا في الكلام معاها وده بيخليها تشك فيه اكتر. وبيكون جاك مع رجاله مريتشا اللي هيوصلوه لمكان امان زي ما عرفوه، وبيتفاجئ انهم سلموه للعصابه الروسيه، وبيفضل كوتينوف يعذب فيه عشان يعرف منه مكان الشنطه بتاعته. ولما بيرفض جاك انه يعترف بيتعصب كوتينوف وبيجيب له كريستينا حبيبته وبيربطها جنبه، وبيخلي الرجاله بتاعته تقوم بالواجب معاها عشان يجبروه انه يعترف. وفي ناحيه تانية كيلي بتروح لليزا مرات بول عشان تعرف منها مكان جاك لانه دلوقتي متورط في جريمه قتل شرطي. فبتاكد لها ليزا ان جاك مش قاتل، وبتحكي لها عن سبب طرده من قوات الدلتا، وبتقول لها انه كان مع بول واخواته الاثنين وقت ما واحد منهم اتكلف من ضابط بمهمه عسكريه وللاسف مات فيها. واول ما عرف جاك راح كسر الضابط ده واخد طياره وهرب بيها على رومانيا، فبعتوا له 8 من اقوى جنود القوات العسكريه عشان يرجعوه، بس جاك كسر 5 منهم وعشان كده اتسجن 4 سنين وبعدها طردوه. وبنرجع لكريستينا وهي محبوسه مع جاك وبتقول له وهي بتعيط انها مش هتقدر تستحمل تعذيب اكتر من كده وانه لازم يقول لهم على مكان الشنطه، لكن جاك بيفهمها انه لو اعترف هيقتلوهم هما الاثنين، وبيعرفها ان سبانكي هو السبب في كل ده لانه خانهم. بس وقتها كريستينا بتفاجئه ان سبانكي ما خانهمش وانه بيتعذب في الغرفه الثانيه زيها وقربوا يقتلوه. وبعد شويه بيجي لهم كوتينوف وبيخلي رجالته يغرقوا كريستينا بالبنزين عشان يولعوا فيها لانه زهق من التعذيب فيهم. فبيوقفوا جاك في اخر لحظه وبيقول له ان الشنطه جوه خزنه من غير ارقام في محطه القطر، لكنه لازم يروح معاهم لانه هو اللي مخبي المفتاح. ومن غير ما يضيعوا وقت رجاله كوتينوف بياخدوه للمحطه عشان يسلمهم الشنطه، لكنه بيفضل يستفزهم عشان يلاقي طريقه يهرب بيها، وبينزل بعدها فيهم ضرب هما الاثنين وهو مربوط وبيفقدهم الوعي وبيهرب من المكان. وفي الوقت ده بتقدر كيلي انها تتسلل لمبنى التحف بتاع بوتيسكو، وبتفضل تدور في السجلات لحد ما بتعرف ان كوتينوف هو راس الافعى لكل اللي حصل. لكن وقتها بيوصل بوتيسكو للمبنى وبيكتشف اللي هي عملته، فبيبعت رجالته بسرعه وراها عشان يراقبوها ويعرفوا هتعمل ايه بالمعلومات دي. وكيلي في طريقها بتلاقي جاك رايح يتسلل القصر بتاع كوتينوف زعيم العصابه الروسيه، فبتنزل بسرعه تجيبه من قفاه وبتقبض عليه وبتاخد سلاحه منه. وجاك وقتها بيفهمها انه مش مهتم باللوحه زي ما هي متخيله، وان كل الموضوع ان زمايله مخطوفين وهو بيحاول يرجعهم بطريقته. وبيموت على نفسه من كتر الضحك لما كيلي بتقول له ان ده شغل الشرطه، وبيفهمها ان العصابات الروسيه اخطر بكتير جدا من الشرطه بتاعتها، وانه لازم هو اللي ينقذ زمايله بنفسه، وبيسيبها في العربيه وبينزل. لكن كيلي وقتها بتقرر انها تساعده وبتديله سلاح كمان. وبعدها بيقتحموا القصر بتاع كوتينوف هما الاثنين، وجاك بيطلب منها تستناه هنا لحد ما يخلص على الحراس ويديها اشاره. وبيبدا جاك يغفلهم واحد ورا التاني وبيتسلل جوه القصر عشان ينقذ زمايله، وبيتحرك بكل هدوء عشان محدش يكتشف مكانه، لكنه بيضطر يشتبك مع المقاتل ده اللي بيكون قوي جدا. بس جاك بيقدر بمهاراته العاليه انه يسيطر عليه وبينهي حياته. وبيقتحم بعدها الغرفه اللي فيها سبانكي وبيخلص على كل الحراس اللي فيها بخزنه واحده، لكن فجاه بيوصل عدد كبير من العصابه وبيضربوا عليه النار زي المطر عشان يقتلوه. بس جاك بيقدر يغفلهم من الغرفه الثانيه وبيخلص عليهم كلهم، وبيروح يفك صاحبه سبانكي اللي ما بيكونش مصدق انه اخيرا هيتحرر. بس فجاه بيصوب واحد من العصابه المسدس عليهم، لكن قبل ما يقتلهم بتخلص عليه كيلي وبتنقذهم هما الاثنين. وبتتصدم جدا لما بتلاقي كل الشنط اللي فيها الايرادات جوه القصر بتاع كوتينوف، لكنهم بيسمعوا صوت كريستينا وهي بتصرخ، فبيروحوا بسرعه في اتجاه الصوت عشان ينقذوها. واول ما بيوصلوا بيلاقوا الزعيم الروسي مصوب سلاحه عليها وبيهددهم بيها، فبيضطر جاك انه ينزل سلاحه هو وكيلي عشان ينقذ حياتها. ما يعرفش ان كريستينا اصلا هي اللي خاينه وبتضرب النار على كيلي وبتصيبها في كتفها. وبتعرف جاك ان كل اللي حصل ده كان تمثيليه هي عاملاها عشان تخليه يجمع فريق وينفذ عمليه السرقه، وبتهدده بعدها انها هتقتل كيلي لو ما قالهمش على مكان الشنطه اللي فيها اللوحه. فبيضطر جاك انه يقول لهم على مكانها عشان ما يقتلوش كيلي اللي ساعدته في انقاذ زمايله. لكن فجاه بتيجي طلقه بتخلص على كريستينا، وبنكتشف ان مريتشا هو اللي قتلها وبيخلص كمان
كمان على كوتينوف لانه قتل اخواته الاتنين، وبيقول لجاك انهم كده خالصين، بس جاك بيضرب على رجله النار وبيقول له انا بس اللي اتكلم هنا، وبياخد بعدها كيلي في العربيه بتاعتها وبيهربوا بسرعه من المكان. لكن الشرطه بتطاردهم عشان تقبض عليهم بعد الجرائم اللي هم عملوها، وجاك بيحاول يخلع منهم وبيلبس عربيتين في بعض اثناء المطارده بتاعتهم، لكن عربيات الشرطه عددها بيزيد وبيحوطوهم من كل مكان. فبيعدي جاك باعجوبه من قدام المترو وعربيات الشرطه كلها بتتدمر بعد اصطدامها بيه وبيقدروا يهربوا منهم، وبتكون الشرطه قبضت على مريتش عشان يحققوا معاه ويعرفوا منه كيلي راحت فين. فبيقول لهم انها ماتت، واكيد يعني الجثه خافوها لان العصابات الكبيره ما بتسيبش اثر وراها. وبعد كام يوم بنشوف جاك وكيلي على الشاطئ بيخططوا هيقضوا عيد جوازهم في الساحل ولا في المالديف بعد ما سرقوا لوحه ثمنها 65 مليون دولار. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص تعمل لها لايك وكومنت وتشير الفيديو ده لكل اصحابك، وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. ده غير اني سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.